السلام عليكم متابعيني. انزيم ال5 الفا ريدكتيز المسؤول على تحويل التستوستيرون الى داي هيدرو تستوستيرون، وداي هيدرو تستوستيرون او دي اتش تي ده المسؤول عن الصلع الوراثي الهرموني. لو حضرتك بتعاني من صلع وراثي في اماكن معينه، في خلف الراس، في امامي زي عندي كده مثلا، انا جاي بقدم لك اول منتج في مصر، الفينجوفي، الفيناسترايد. الفينجوفي ده موضعي انتظرناه كتير، نزل في السعوديه والخليج، دلوقتي موجود في مصر، استيراد شركه الحكمه وصنع في المانيا. الفيناسترايد معروف ان هو بيعطل عمل الانزيم اللي هو ال5 الفا ريدكتيز انزيم، وبالتالي بقلل تحول التستوستيرون الى داي هيدرو تستوستيرون اللي هو بيضعف البصيلات ويسبب للمسؤول عن الصلع الوراثي الهرموني. انا بستخدمه 3 ل 4 بخات في اليوم على المكان المصاب او المكان اللي فيه الصلع الوراثي. وهي العبوه فيها 180 بخه، العبوه ب 1300 جنيه، حاليا موجوده في مصر، التوبيكال الوحيد او الموضعي الوحيد. طبعا الفيناسترايد معروف بنتائجه الهائله في الصلع الوراثي، الاقراص، بس طبعا مشكله الاقراص كانت اللي بتواجهنا اللي موجود في مصر 5 مللي، احنا محتاجين ال1 مللي. وفي نفس الوقت الاقراص كان في مشكله ان بيحصل تسدي للرجال، ضعف في الرغبه الجنسيه، ضعف في القدره الجنسيه، بالتالي الموضعي الفيناسترايد او الفينجوفي متوفر دلوقتي موضعي، ما بيسببش الاثار الجانبيه دي لان كميه بسيطه جدا اللي بتوصل للدم، تاثيره كله موضعي. بالنسبه لعبوه الفينجوفي انا عامل لها انبوكسنج معاكم مع حضراتكم. العبوه مصممه ان معاها الابليكيتور ده مصمم عشان اقدر اوجه للمنطقه المصابه. يبقى انا ببخ بخه واحده هنا، ببخ بخه واحده هنا، ببخ بخه واحده هنا، بستخدم النتائج تبدا تظهر معايا من 3 شهور ل 6 شهور. طبعا في بعض لا يستخدم غير مصرح للحوامل او لو انا في حمل قريب في الرضاعه، ما بيستخدمش لمريض، ممنوع لمريض الكبد، ممنوع لمريض سرطان البروستاتا. تحياتي لحضراتكم مع تمنياتي الشفاء للجميع. السلام عليكم متابعيني. هنتكلم النهارده على المينوكسيديل. طبعا زي ما احنا عارفين المينوكسيديل بيستخدم لعلاج فراغات اللي في الشعر، فراغات اللي في اللحيه، وبيستخدم بتركيز 5% بشركات مختلفه، ده بالنسبه للرجال، و2% تركيز 2% للسيدات. المينوكسيديل طبعا زي ما احنا عارفين ان هو ده موسع قوي للاوعيه الدمويه. كان بدايته ان هو كان استخدام لعلاج الضغط، كان على هيئه اقراص. لقوا من ضمن الاثار الجانبيه بتاعته ان هو بيزود الشعر في بعض الاماكن الغير مرغوب فيها، وفي فروه الراس لبعض الناس اللي عندهم الصلع الوراثي او عندهم فراغات. بالنسبه لطريقه استخدام المينوكسيديل، هي 1 مللي اللي هي تعادل 6 بخات كل 12 ساعه. بالنسبه للرجال انا بستخدمها للفراغات، لفراغات اللحيه، لفراغات الصلع الوراثي. وبالنسبه للمينوكسيديل لازم نكون عارفين ان هو استخدام مدى الحياه. اول 3 شهور الى 6 شهور يبدا يدي معايا نتائج كويسه. بعد سنه الى 2 سنين دي اقصى نتيجه ممكن نوصل لها مع المينوكسيديل. والمينوكسيديل بستخدمه مدى الحياه. وبالنسبه لجرعته هو 1 مللي كل 12 ساعه، او بما يعادل 6 بخات الصبح و6 بخات بالليل. ويفضل مش قبل النوم على طول عشان اقدر ما يتمسحش مثلا، او استفاد فروه الراس تستفاد بيه. في جاي اكلمكم النهارده على الديرما رولر. الديرما رولر ده بيساعد في تنشيط فروه الراس. طبعا هنستخدمه مع المينوكسيديل عشان اتاكد ان المينوكسيديل اتوزع كويس
اتوزع كويس في المنطقه اللي هي عندي فيها فراغات، سواء عندي في او في منطقه اللحيه، المنطقه اللي فيها فراغات، بعد ما اكون بخيت الست بخات بتوع المينوكسيديل، وبستخدم الديرمارول على منطقه فراغات اللحيه، او الفراغات اللي هي نتيجه الصلع او عندي فيها تساقط للشعر. طبعا برحب باي اسئلتكم، وفي الكومنت تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات انتوا ماشيين على ايه بالنسبه لعلاج التساقط، لعلاج فراغات، واي استفسارات بنرحب بيها نرد عليها على متابعيني الكرام. تحياتي.